فريق القوة الجوية العراقي to present the champions medals. العميد وليد الزبيدي. Ladies and gentlemen, the champions of the AFC Cup 2017 يقلد لاعبي القوة الجوية ميداليات الفريق الفائز الأول همام. اليوم أرقى مباراة قدمها همام في هذا اليوم، صنع ركلة جزاء، قدم مباراة جيدة. علم العراق وخالد نبيض، علي بهجت، فهد، سمال اللي قدم مباراة رائعة. كل اللاعبين قدموا مباراة رائعة وجميلة وحلقوا بكل أمان واطمئنان في سماء طاجكستان. أحمد عبد الرضا، كرار. سعداء اللاعبين والابتهاج على منصة التتويج. سامال سعيد كان بطل، نجم من طراز خاص في مباراة اليوم. جاسم من الخلف، رزاق من الخلف، كان لهم دور كبير، خبرتهم الدولية مع هؤلاء اللاعبين الشباب. جاسم قبل كأس آسيا عام 2007، والعام الماضي قبل كأس الاتحاد الآسيوي، واليوم اللقب الثالث مرتين إلى كمدير أو إداري للفريق، مدير للفريق. وحسام السيد المدرب المتألق اللي أكمل مسيرة الفريق بعد المدرب القدير باسم قاسم. وقائد الفريق حمادي. اليوم حمادي تعبتنا، اليوم مو يومك، بس الفرحة نستنا يعني. And now, ladies and gentlemen, كأس البطولة للفريق الفائز الأول. السيد سعود عبد العزيز المهندي نائب رئيس الاتحاد، وحمادي أحمد. كأس البطولة للمرة الثانية. ألف ألف مبروك للصقور، للقوة الجوية هذا اللقب. إذن نقول الفرحة اليوم تعم كل الجمهور الرياضي العراقي. ألف مبروك لكل الأسرة الرياضية العراقية. عودة من جديد للاستديو التحليلي وزميلي أحمد خليل. أحمد تفضل، الكلمة لك بعد هذه اللقطة. شكرا زميلي علي لفتة. ألف مبروك إلى الكرة العراقية، ألف مبروك إلى رؤساء اتحاد الكرة العراقية، ألف مبروك إلى رئيس نادي القوة الجوية وإلى أعضاء مجلس إدارة نادي القوة الجوية وإلى اللاعبين وإلى الجماهير ككل الذين وقفوا إلى جانب هذا الفريق. وألف مبروك للشارع الرياضي العراقي بما تقدم الرياضة العراقية من تطور مستوى اللاعبين في مجال كرة القدم وعلى صعيد البطولات جميعها وعلى جميع الفئات السنية. الآن نشاهد هذا التتويج الجميل لفريق القوة الجوية بعد حصوله على الكأس للمرة الثانية، كأس الاتحاد الآسيوي 2017. وهذه النسخة والنسخة الماضية هو بطل لها، لأن يكون هو صاحب اللقب بقيادة المدير الفني السوري حسام السيد، الذي أدار المباراة بشكل صحيح اختلافا من الشوط الأول إلى الشوط الثاني، وطريقة اللعب واستغلال الفرصة بعدما أضاع ضربة جزاء حمادي أحمد، لكن يأتي في دقيقة 68 عماد محسن أن يحسم هذا اللقاء بهذا الهدف الوحيد الذي من خلاله استطاع فريق القوة الجوية أن يكون بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي بهذه المباراة.